بيقول لي ايه؟ اذا كانت المجموعة ايه باتنين وتلاتة والمجموعة بي باتنين وتلاتة واربعة، فإن رقم واحد هات ايه اتحاد بي، رقم اتنين ايه تقاطع بي، رقم تلاتة مثلها بشكل فين. مثلها بشكل ايه؟ فين. بص يا حبيبي، المجموعة ايه بكام؟ باتنين وتلاتة، والمجموعة بي باتنين وتلاتة واربعة. قال لك هات ايه اتحاد بي. اول سؤال عايز ايه اتحاد بي، يبقى اللي بتبص لفوق دي اسمها ايه؟ اتحاد. يعني ايه يا مستر اتحاد؟ يعني هنكتب كل عناصر المجموعة ايه وكل عناصر المجموعة بي بس بدون ايه؟ تكرار. يبقى ايه اتحاد بي، هكتب كل عناصر الايه كل عناصر البي بس بدون تكرار. يلا بينا، يلا نكتب كل عناصر الايه اللي هي كام؟ اتنين وتلاتة. تمام. يلا بينا بقى نكتب كل عناصر البي. ايه هي عناصر البي؟ اتنين وتلاتة واربعة. يلا نكتب الاتنين، كتبناها قبل كده، مش احنا قلنا بدون تكرار؟ طيب التلاتة كتبناها قبل كده، الاربعة ما كتبناهاش يبقى تنزل. يبقى ايه اتحاد بي، يعني هنكتب كل عناصر الاي وكل عناصر البي بس بدون ايه؟ تكرار. يلا بينا نجيب المطلوب التاني. المجموعة ايه تقاطع المجموعة بي. العلامة الان دي اللي باصة لتحت دي يعني تقاطع. يعني ايه تقاطع يا مستر؟ يعني العناصر المشتركة. العناصر الايه؟ المشتركة. ايه المشترك بين المجموعة ايه والمجموعة بي؟ الاتنين والتلاتة. الاتنين والايه؟ والتلاتة. طيب المطلوب الثالث بقى بيقول لي مثلها بشكل فين المجموعه ايه والمجموعه بي. هبص كده اول حاجه، هل المجموعه ايه والمجموعه بي فيها عناصر مشتركه؟ يبقى هعملها كده. لو في عناصر مشتركه بعملها كده، ادي الايه وادي البي. فين العناصر المشتركه بين الايه والبي؟ العدد 2 والعدد كام؟ 3. خلاص يلا بينا نكتب بقى عناصر الايه. هل في عناصر تانية؟ لا احنا كتبناها 2 و3. طب عناصر البي كام؟ 2 و3 4. ادينا كتبنا 2 و3، فاضل لنا ايه؟ الاربعه. رقم 16 بيقول لي اكمل بوضع ينتمي او لا ينتمي او جزئيه او ليست جزئيه. السؤال الف، العدد 2 نقط، المجموعه 2 و4 و6. هنا 2 نقط 2 و4 و6. هو بيقول لي اكمل بوضع ينتمي او لا ينتمي او جزئيه او ليست ايه؟ جزئيه. خد بالك معايا، هسال نفسي سؤال، دوت عدد يعني عنصر ولا مجموعه؟ عدد يعني عنصر. لو ده عنصر يبقى انا كده هختار حاجه من الاثنين، يا تنتمي يا لا ايه؟ تنتمي. طيب السؤال الثاني، اسال نفسك سؤال، هل العنصر ده موجود في المجموعه دي؟ يبقى اقول له ينتمي. طب لو العنصر مش موجود هقول له ايه؟ لا ينتمي. ب، العدد 24 نقط، المجموعة 2 و4 و6. أول سؤال، هو ده عنصر يعني عدد ولا مجموعة؟ عدد. بدل ده عدد يبقى استخدم ينتمي أو لا ينتمي. السؤال الثاني، هل العدد ده موجود في المجموعة دي؟ ال 24 موجودة هنا؟ لا، يبقى أقول له إيه؟ لا ينتمي. خد بالك، يبقى أنت بستخدم ينتمي او لا ينتمي لو كان بيسالني عن عدد. خلي بالك عشان في الواجبات في طلبه اتلخبطت كتير. يبقى لو بيسالني عن عدد عن عنصر هستخدم ينتمي او لا ينتمي. هنا بيسالني عن عدد يبقى هستخدم ينتمي او لا ينتمي. ده كده سؤال اولاني. اسال نفسك سؤال تاني، هو العنصر ده موجود هنا ولا مش موجود؟ لو كان العنصر موجود في المجموعه هنا يبقى هقول له ايه؟ ينتمي. طب لو كان مش موجود هقول له لا ينتمي. يلا بينا مرة كمان، العدد 2
موجود هنا ولا مش موجود؟ موجود، يبقى اقول له ينتمي. طب هنا ده 24 نقط 2 و4 و6. اسأل نفسك سؤال، هو ده عنصر ولا مجموعة؟ يعني عدد ولا مجموعة؟ عدد. يبقى إذا عينيك هتروح يا إما هتستخدم ينتمي أو لا ينتمي. ده كده أول حاجة. السؤال التاني هتسأله لنفسك وأنت بتحل، هو العدد ده موجود هنا ولا مش موجود؟ ال 24 موجودة؟ لا مش موجودة، يبقى هقول له إيه؟ لا ينتمي. خلي بالك خلي بالك خلي بالك، عشان في طلبة بتتلخبط بين. مثال كمان، العدد 4 نقط، المجموعة 2 و4 و6. اسأل نفسك سؤال، ده عنصر ولا مجموعة؟ يعني عدد ولا مجموعة؟ عدد. بدل ده عدد يبقى استخدم ينتمي أو لا ينتمي. السؤال التاني، العدد ده موجود في المجموعة دي ولا لأ؟ موجود، يبقى هقول له إيه؟ ينتمي. اوعى تتلخبط بين ينتمي وجزئيه. طب امتى مستر بقى بنستخدم جزئيه وليست جزئيه؟ تعال اقول لك. يقول لك مثلا المجموعه ده كده اسمها ايه؟ مجموعه. المجموعه 2 نقط، المجموعه 2 و4 و6. هنا يا بطل هتسال نفسك سؤال، هو ده عنصر عادي زي ده، عدد زي ده، ولا ده مجموعه؟ ده اسمه مجموعه الاثنين، مجموعه 2. يبقى ده عنصر ولا مجموعه؟ مجموعه. بدل ده مجموعة، يبقى انت كده خلاص حددت اتجاهك، هختار يا اما جزئية يا اما ليست ايه؟ جزئية. تاني، ده عنصر ولا مجموعة؟ مجموعة. ده مجموعة، يبقى اذا هختار يا جزئية يا ليست ايه؟ جزئية. يبقى في المجموعة هستخدم جزئية او ليست جزئية. السؤال التاني اللي هتسأله لنفسك، هي المجموعة 2 دي كلها موجودة هنا ولا لا؟ موجودة، يبقى اقول له ايه؟ جزئية. لو كانت المجموعة كلها موجودة هنا هقول له ايه؟ جزئية. طب لو كان في عنصر منها مش موجود هقول له ليست جزئية. تعال ناخد مثال. بيقول لي المجموعة 2 و4 نقط، المجموعة 2 و4 و6. بص يا بطل، أول سؤال هتسأله لنفسك، ده عنصر ولا مجموعة؟ مجموعة. يبقى بس خلاص هختار يا جزئية يا ليست ايه؟ جزئية. خلي بالك اوعى تتلخبط، ده مجموعة يبقى هستخدم جزئية أو ليست جزئية. السؤال التاني هتسأله لنفسك، المجموعة دي موجودة كلها هنا ولا لأ؟ الاتنين موجود والأربعة موجودة، يبقى إذا المجموعة دي كلها موجودة هنا، فهقول له كلها إيه؟ جزئية. طب مثال كمان، لو قال لي المجموعة 2 و7 نقط، المجموعة 2 و4 و6. بص يا بطل، أول سؤال هتسأله لنفسك، ده عنصر ولا مجموعة؟ مجموعة، برافو عليك، يبقى هستخدم جزئية أو ليست جزئية. السؤال التاني، المجموعة دي موجودة كلها في المجموعة دي ولا لأ؟ تعال نشوف. العنصر 2 موجود، تمام. طب السبعة دي بقى هل موجودة هنا؟ لا مش موجودة، يبقى إذا أقول له المجموعة دي ليست جزئية. ليست إيه؟ جزئية، مش جزئية من المجموعة دي. إمتى بتبقى جزئية يا مستر؟ لو كان كل العناصر اللي هنا موجودة هنا. هل كلها موجودة هنا؟ لا، أقول له لا السبعة مش موجودة، يبقى إذا ليست إيه؟ جزئية. تمام يا بطل؟